السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم بسكوت جوز الهند. هعمله بطريقة سهلة واقتصادية من غير لبن ولا زبدة، وهستخدم بيضة واحدة. هيطلع هش وجميل يعجبكم إن شاء الله وتجربوه. يلا بينا نسمي الله ونشوف المكونات والطريقة. بسم الله. أول حاجة عندي نص كوباية من السمن بدرجة حرارة المطبخ. ممكن تستبدليها بزيت أو تستخدمي خليط من زيت على سمن. وهضيف عليها نص كوباية من السكر المطحون، وهبتدي هضرب السكر والسمن بالمضرب اليدوي. ممكن نعمل الخطوة دي بالمضرب الكهرباء لو حابين. وهفضل اضرب لغاية ما لون الخليط يفتح ويكون القوام كريمي، واتأكد ان السكر داب تماما. ودي اهم مرحلة في البسكوت، لازم اخلطهم كويس عشان السمن ما يفصلش واحنا بنعجن البسكوت. كده تمام، الخليط لونه فتح والقوام بقى كريمي زي ما انتوا شايفين. هضيف دلوقتي بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وهضيف معاها نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وهرجع اضرب بالمضرب اليدوي لغاية ما البيضة تختلط مع السكر والسمن. وهضيف دلوقتي ربع معلقة صغيرة من بشر البرتقال، ممكن تستغنوا عنها بس هي بتدي نكهة حلوة قوي للبسكوت. وهضيف نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ما بنزودش عشان البسكوت بتاعنا ما يفرش وهو في الفرن والنقشة تختفي منه. ودلوقتي هضيف معلقتين كبار من جوز الهند، يفضل يكون ناعم زي ما انتوا شايفين كده. لو عندك جوز الهند خشن مش مشكلة، اطحنيه بمطحنة السكر. وبضيف ربع معلقة صغيرة من الملح، دي اللي بتعادل الطعم. وبرجع بضرب تاني بالمضرب علشان اخلط المكونات كويس. كده خلاص المكونات امتزجت مع بعض. هضيف دلوقتي الدقيق، انا محضرة كوبايتين الا ربع من الدقيق. هضيف كوباية ونص بس، مش هضيف الدقيق كله، لان زي ما انتوا عارفين كل دقيق بيختلف عن التاني في امتصاصه للسوائل. وطبعا الدقيق لازم يكون منخول. وهضيف معاهم معلقة كبيرة من النشا. النشا ده اللي بيدي قرمشة وهشاشة للبسكوت. وببتدي دلوقتي اقلب الدقيق مع بقية المكونات، بقلب بالمعلقة لغاية الدقيق ما يختفي. هنا لقيت ان العجينة لسه مفرولة، فبضيف الدقيق شوية بشوية وبرجع اقلب تاني. بقلب لغاية ما الدقيق يختفي، ولقيت ان لسه العجينة ملزقة محتاجة دقيق تاني. بضيف شوية بشوية وبرجع بلم تاني. هشيل المعلقة وابتدي اعجن بايدي. طبعا البسكوت مش بيحتاج عجن كتير، يدوب بلم بالراحة كده باطراف الايد لغاية ما الدقيق يختفي. والعجينة خلاص بتكون متماسكة بس طرية وفيها تلزيق بسيط. هنا العجينة خدت مني الكوبايتين الا ربع. انتي ممكن حسب نوع الدقيق تاخد منك كوباية ونص او كوبايتين الا ربع زي ما حصل معايا، او ممكن تاخد الكوبايتين. اهم حاجة العجينة بتكون طرية متماسكة بس فيها تلزيق بسيط. وهنا ببتدي بعمل اختبار للعجينة. باخد قطعة من العجينة طبعا بعد ما غسلت ايدي، وبكورها وبضغط عليها ما فيهاش اي تشققات. كده العجينة تمام ناجحة. لو لقيتي في العجينة تشققات مش بنقدر نزود سمنة، هنزود معلقة او 2 من اللبن، وبترجعي تلمي تاني العجينة بتاعتك بتكون زي الفل ان شاء الله. هسيب العجينة بقى ترتاح 10 دقايق وبعدين نرجع نشوف هنشكلها ازاي. هبتدي دلوقتي في تشكيل البسكوت. باخد قطعة من العجين وبحطها على المفرش السيليكون، وبحط فوقيها كيس بلاستيك من اكياس التلاجة فتحته بالشكل ده. لو مش موجود عندك المفرش السيليكون مفيش اي مشكلة، بتحطي العجينة بين كيسين بلاستيك، كيس من تحتها وكيس من فوقيها، وبتشتغلي عادي جدا ما عندناش اي مشكلة. وبفرد العجينة بالنشابة زي ما انتوا شايفين، العجينة طرية بتتفرد معايا بكل سهولة.
طبعا فايدة الكيس البلاستيك هنا انه مش هيخلي العجينة تمسك في النشابة، وكمان لما باجي ارفع قطع البسكوت بعد ما شكلتها بشيلها بكل سهولة من غير ما تتقطع. وبعد ما فردت العجينة بسمك حوالي نص سنتي ببتدي بساوي الاطراف، وهرش عليها معلقة من السكر بوزعه كويس عليها، والسكر ده اللي هيدي البسكوت بتاعنا شكل وطعم بسكوت النايس تمام. وعشان اثبت السكر في العجينة برجع احط الكيس البلاستيك وبمشي النشابة عليه بالراحة كده. خلاص كده تمام. هرفع الكيس البلاستيك وبمدق البفتيك هبدأ اشكل البسكوت، بضغط بيه على العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما بنضغطش قوي، الضغطة بالراحة. لو ما عندكيش المدق ده تستخدمي الشوكة بتعملي بيها فتحات في العجينة، بتديكي شكل قريب من كده وبيكون شكل البسكوتة حلو برضو. هبتدي اقطع البسكوت، انا بستخدم القطاعة المستطيلة دي، تدي شكل حلو قوي للبسكوتة. لو ما عندكيش ممكن تستخدمي سكينة في التقطيع عادي جدا، ما تخليش حاجة توقفك. هبدأ دلوقتي ارفع البسكوت عشان احطه في صينية الخبز. اول بسكوتين معرفتش اصورهم، الكاميرا فصلت. بجيب معلقة كده وبدخلها تحت البسكوتة بالراحة، بتساعدني في اني اشيلها من غير البسكوت ما يتقطع، دي اسهل طريقة طبعا. وبحط البسكوت في صينية مدهونة زيت. نشوف واحدة تانية. العجين الزيادة ده طبعا برجع ألمه تاني وأعيد تشكيله تاني. بدخل بالمعلقة كده بالراحة من تحت البسكوتة، بتترفع معايا اهو، مفيش أسهل من كده. وهنا العجينة الزيادة اللي طلعت معايا رجعت تاني فردتها وقطعتها بالشكل ده. وهنا بوريكم سمك البسكوتة حوالي نص سنتي عشان تطلع البسكوتة معانا هشة وخفيفة. وده بيكون شكل البسكوت بعد ما رصيته في الصينية. دلوقتي هاخد الجزء الأخير من العجينة فردته بالشكل ده وهقطعه بقطاعة مختلفة على شكل مثلث. القطاعات دي موجودة دلوقتي بأشكال مختلفة وسعرها مش غالي، أنا جايبة القطاعة دي ب8 جنيه. طبعا بنحاول نتفنن في الأشكال ونعمل أشكال مختلفة وحلوة يحبوها ولادنا وتشجعهم على الأكل. وهنا لميت العجينة اللي فضلت وهرجع أشكلها. باخد قطعة قد الليمونة بكورها في ايدي وبرجع ببططها بسمك نص سنتي واشكلها بالمدق او بالشوكة، بعمل فيها فتحات بالشوكة بالشكل اللي انتوا شايفينه. ودلوقتي بعد ما خلصت تشكيل كمية البسكوت بتاعتي هدخله على فرن سخن على درجة حرارة 180 على اعلى رف. هياخد حوالي من 10 ل15 دقيقة مع المتابعة طبعا المستمرة وتحريك الصاج كل شوية. اول ما بياخد اللون الذهبي من تحت ومن الجوانب خلاص كده بطفي الفرن وبنقله في الرف الاوسط، بشغله الشواية مدة دقيقة واحدة مش اكتر من كده مع المتابعة طبعا. خلي بالك البسكوت بتاعنا عليه سكر ممكن يتحرق من فوق، وممكن ما تحتاجيش تشغلي الشواية. وهنا بعد ما خرجته من الفرن لونه ذهبي جميل، والريحة بسم الله ما شاء الله، الريحة جميلة جدا. ما بنحركش الصينية وهو سخن، بسيبه لغاية ما بيبرد على الصينية، لاني لو حركتيه وهو سخن هيتفتت. البسكوت ناعم جدا، البسكوت طالع هش وخفيف مزادش كتير والرسمة فيه واضحة، لونه ذهبي جميل يفتح النفس، الله عليه مع كوباية شاي، مفيش أطعم ولا ألذ من كده. جربوه هيعجبكم جدا زي بسكوت النايس وأحلى كمان. وبكده أكون وصلت نهاية الفيديو، أتمنى الفيديو يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك، واللي بيشوفني لأول مرة يشرفني اشتراكه في القناة. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.